شفت الفيلم بتاع اولاد رزق والقضيه بتاعت قفشه؟ ما شفتش؟ تعال انا اوريك. صباح الخير عليكم. السطور امام عاشور وكولر وعبد المنعم وصاحب القضيه عملوا اعلان لفيلم اولاد رزق. الاعلان حرق اولاد 100 عقبه، ما تفهمش ليه. اولا في كل موسم رمضان بتلاقي الاعلانات بتتغير، كل موسم تلاقي جايبين مطرب بيغني حسب الموجه اللي ماشيه، تلاقي موسم جايبين عمرو دياب وتامر حسني ومش عارف مين، والموسم اللي بعديه جايبين ويجز وعفروتو واحمد مكي. دلوقتي اعلانات الافلام بقى فيها ابتكار جديد، ان انا اجيب لعيبه كوره تعمل لي اعلان لفيلم، وده مش عيب. ما تفهمش اولاد 100 عقبه هم محروقين ليه؟ عشان موضوع القضيه والكلام دوت. في يوم من الايام برضه هتلاقي لعيبه نادي الزمالك بتعمل اعلانات لافلام، فشيء طبيعي وشيء عادي. المفروض مجلس الاداره بتاع نادي الزمالك ما يمشيش مع الموجه بتاعت اطفال الانترنت ويقول لك احنا نقدم احتجاج وبنقدم ما اعرفش ايه. يعني ده اعلان عادي، ممكن هيجي نادي الزمالك في يوم من الايام برضه اللعيبه بتاعته تعمل اعلان لاي فيلم، ما فيهاش اي مشكله. لازم نفكر بالعقل. نادي الزمالك دلوقتي بيعاني في كرة القدم، أو الموسم دوت بالذات. الموسم دوت نادي الزمالك ما حصلش إلا بطولتين أو ثلاثة تقريبا، هم بطولتين مجموع البطولات اللي دخلها في جميع الألعاب. وده ليه؟ لأن هم مركزين في حاجات تانية. يعني عندك فريق كرة القدم مركز على إن هو يزوم على الحكم، واللعيبة بتاعته قاعدة بتمثل. النهارده كان في ماتش الزمالك والمصري، المصري كسب 2-1. طول الماتش قاعد بتتفرج على اللعيبة قاعدة بتقع وبتحتج على الحكم، كله قاعد بيمثل. زيزو قاعد بيمثل في ال 18 وبره ال 18، قاعد يوقع نفسه مركز ان هو يضحك على الحكم. ده لو ركز في الملعب كان زمان الزمالك كسب، لان هم معاهم مدرب محترم. لكن هم بيفكروا في حاجات تانية، يفكر ان هو يزوم على الحكم، يفكر ان هو ياخد حق مش من حقه. اتفرج خالد الغندور بيقول ايه لما زيزو قال قولوا للجمهور يزوم على الحكم. بيقول لك ده شيء عادي، ومش معنى كده ان انا بطلب حق مش من حقي. بيقول لك ان انا كده لما ازوم على الحكم بجبره ان هو يروح للفار. انت بتجبره ان هو يروح للفار، يبقى انت بتاخد حق مش من حقك، لان هو ما بيروحش للفار الا لما يكون في حاجه ويكون حق ليك. غير كده انت هتزوم عشان هو يروح للفار، يبقى ده حق مش من حق. وبكلامه شوف كده بيقول ايه. في ترند كده حاصل النهارده وكده او من امبارح على فيديو لاحمد السيد زيزو. فكان بيقول احد مش عارف مين بيصوره، بيقول له يعني خلي الجمهور ده يزوم على الحكم شويه، هو مش تشجيع بس يزوم. فانا عايز اقول على مدار تاريخنا بقى كابتن سيف ان الجمهور يزوم على الحكم، دي حاجه مش عيب. الزوم ده مش معناه ان انت يعني عايز تاخد حق مش حقك، لكن في النهايه الحكم في بعض الاحيان بيحس بضغط، ممكن يروح للفار عن طريق الضغط. شوفوا الفيديو اللي جاي.